أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الاستاد. كولينا رئيس لجنة التحكيم في الفيفا بينفعل على الحكم المكسيكي حكم مباراة منتخب المغرب ومنتخب فرنسا، وبيعترف بظلم المنتخب المغربي وأحقية المنتخب المغربي في الوصول لنهائي كأس العالم، وبيتخذ قرار عاجل. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. وما تنساش تقولي رأيك في موضوع الفيديو في الكومنتات. تابعنا كلنا مباراة نصف نهائي كاس العالم السنة دي بين المغرب وفرنسا، وشفنا قد إيه المنتخب المغربي كان ند قوي جدا قصاد المنتخب الفرنسي بطل العالم وحامل اللقب. وشفنا كلنا قد إيه تعرض المنتخب المغربي للظلم في المباراة، وكان في أخطاء تحكيمية كتير واضحة من الحكم المكسيكي راموس حكم المباراة. وكان واضح جدا لكل الناس اللي شافت المباراة إن الأخطاء التحكيمية دي كانت السبب الرئيسي في إقصاء المغرب وتأهل فرنسا لنهائي كأس العالم للمرة التانية على التوالي. علشان كده كولينا رئيس لجنة التحكيم في الفيفا خرج بتصريحاته النارية في الإذاعة القطرية وقال: للأسف الشديد ما زال هناك حكام في الفيفا تكيل بمكيالين، وده اللي شفناه بشكل واضح من الحكم المكسيكي راموس حكم مباراة فرنسا والمغرب. وأنا مندهش جدا لعدم احتسابه ركلتين جزاء لمنتخب المغرب على أقل تقدير. مثل هذه اللقطة نشاهد كيف امتدت قدم اللاعب الفرنسي على اللاعب المغربي. هذه ركلة جزاء صحيحة وواضحة 100%، وكان على حكم الفيديو التدخل فورا في هذه اللقطة. أما اللقطة الثانية تعتبر جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في عالم التحكيم، ومثل هذه الحالات يتم احتسابها في المونديال ركلات جزاء واضحة. وهنا نشاهد في هذه اللقطة كيف تم مسك اللاعب المغربي من جانب اللاعب الفرنسي، فهذه اللقطة تستحق ركلة جزاء. وأعتقد لو كان الحكم حسب هاتين الركلتين في الشوط الأول لكانت تغيرت النتيجة، ولأجل ذلك اتخذت قرار عاجل بفتح تحقيق شامل مع هذا الحكم المكسيكي المرتشي، وكذلك تحقيق مع حكام الفيديو بسبب المؤامرة التي فعلوها في هذه المباراة في حق المنتخب المغربي الذي تم إقصاؤه بالظلم. وسوف يتم استبعاد هذا الحكم وحكام الفيديو الذين أداروا المباراة من المباراة النهائية ومن أي مباراة أخرى للفيفا لحين الانتهاء من هذا التحقيق. وفي نهاية الفيديو معانا سؤال مهم يا ريت حضراتكم تشاركونا بآرائكم فيه. هل حضراتكم شايفين إن فعلا المنتخب المغربي تعرض للظلم في المباراة وكان يستحق ركلتين جزاء في المباراة أمام منتخب فرنسا؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات. وفي النهاية أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا بيكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.